السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناة يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحة واحسن حال. يلا بقى نعمل النهاردة فتة شاورما. انما ايه، ولا تقولي لي ابو مازن ولا ابو حيدر ولا اي حاجة. الطبق ولا العلبة بتبقى قليلة وغالية وولادنا معظمهم بيحبوها. يلا نعملها في البيت بنص كيلو بانيه، هتعملي سيرفيس كبير جدا وتنفع لو حد جالك على غفلة. وجبة كاملة متكاملة وموفرة كمان وتشرفك. شوية بطاطس، شوية سلطة، حاجات بسيطة تكملي بيها سفرتك وتعملي أحلى أكل. هنا التتبيلة اللي هنتبل بيها الفراخ: زبادي، معلقتين خل، ممكن ليمونة، وبابريكا، ملح، فلفل، توم باودر، بصل باودر. لو عندك بهارات فراخ حطي، لو عندك مرقة اللي هي مرقة دجاج يعني فورية، اللي هي الباودر دي حطي. التوابل براحتك، حابه تضيفي كاري وكركم برضو براحتك، اللي انت عايزاه في التتبيله. انا بقول لكم انا عملتها ازاي، انا هي دي التوابل اللي انا حطيتها وشويه قرفه. خلاص. ودوت نص كيلو بانيه عادي. انا مقطعاه اللي هي تقطيعه الشاورما كده، وصفيته كويس. اهم حاجه تصفيها كويس عشان تشرب التتبيله، ما تبقاش ميه. يعني الفريخ تشرب منك انا اسفه، تشرب التتبيله ما تميميش منك. يعني اغسليها واشطفيها والبانيه كويس وصفيه كويس في مصفى. تمام. عملنا التتبيله، على الاقل هنسيبها ساعه عشان تشرب كده من التوابل ومن طعم الزبادي وتبقى طريه وخطيره. دوت هنا العيش الشامي بيتباع في معظم السوبر ماركت، موجود عند اللي هم الناس اللي هم بيبيعوا الفطير والعيش اللي هو اسمه البكاني دوت. وايه تاني، والعيش السوري والحاجات دي هتلاقيهم برضو بيعملوه. بتقطعي عادي بقى بالسكينه بالمقص اللي انت عايزاه. تمام. عايزه تحمريه في الزيت براحتك. انا بصراحه حطيته في الاير فراير، اسرع وانجز واخف. ممكن ما عندكيش الاير فراير هتحطيه في صينيه عادي، هترشي بشويه زيت وهتحطيه في الفرن. ما بياخدش ربع ساعه، بتقلبيه تقليبه واحده كمان تقليبتين وبتلاقيه خلاص. هنعمل بقى الرز. حطينا في الرز زيت، حطينا كام 3 4 أو 5 حبهات، حبهان. هنحط حبهان بس دوت اللي هو المسمار القرنفل. وحطينا عود قرفة، وحطينا كاري وكركم، وديت بودرة زعفران. بتبقى خطيرة وبتخلي لون اصفر. يعني ايه الاصفر المصفر الحلو، مش الاصفر الغامق اللي الكاري وكركم بيعملوه. تمام. وحطيت شوية مرقة، وحطيت حبهان وورق لورا. طبعا عندك مستكة هيخلي الطعم تحفة، بس بصراحة المستكة غالية وانا ما عنديش. تمام. حطيتهم الاول مع الزيت يتحمصوا كويس ويطلعوا روايحهم، وهنزل بالرز. دول كوبايتين رز مصري عادي، طبعا ممكن نعمله بالرز البسمتي، مفيش مشكلة. معظم المطاعم على فكرة بيتقدموا بالرز المصري، محدش بيقدمه بالرز البسمتي لان الرز البسمتي اغلى. تمام. هنبتدي بقى نشوح الرز لغاية لما يطقطق معانا كده ويبتدي يتشمع. لو في شوية مية ولا حاجة يتشمع منك ويتظبط، ونبتدي نضيف عليه مقدار المية بتاعه. كوبايتين الرز بياخدوا معانا كوبايتين مية. الرز المصري هو نفس المقدار. ظبطنا الملح بتاعنا، حبيت احط رشة يعني، م- ما حتى مش هكمل ربع معلقة، رشة بجد فلفل اسمر. تمام. ابتدي بقى انزل بالميه السخنه، انا بحط بالوايم يعني مقدار عينيا، بس هما كوبايتين الرز بياخدوا كوبايتين ميه. زي ما انتم شايفين كده، سهله وسريعه، ما بتاخدش وقت، وما شاء الله ما شاء الله بتعمل كميه. ويعني مش قادره اقول لكم. على فكره الرز انت ممكن تقللوه عن كده لو انتم مش حابين الرز كتير. انا كنت عامله رز بزياده يعني. ممكن تبقى كوبايه واحده رز هتملي لك السرفيز وهتبقى خطيره. هنبتدي نسوي الشاورما. حطيت زيت، معلقه زبده، وابتدي انزل بالشاورما. بس التركيه المهمه عشان ما تنزل الفراخ، ما تنزلش ميتها وتبقى ناشفه، ما تبقاش طريه كده والعصاره فيها حلوه، ان انت تنزلي بكميه الفراخ كلها. انتوا زي ما انتم شايفين نزلت بنص كميه الفراخ الاول، اخدت صدمه شويه، وبعد كده نزلت ببقيه الكميه. ومش وما قلبتهاش. هنا بقول لكم مش هقلب غير لما تبتدي زي ما انتم شايفين كده تاخد لون، ابتدي ايه اقلبها. بعد ما ابتديت اقلبها خلاص وهي ناشفه وما فيهاش ميه ولا اي حاجه، نزلت ببصلايه مقطعاها شرايح او جوليان او جوانح ايا كان بتقولوها ايه، ونزلت فلفليه برضو رومي نفس الكلام. حابه تحطي فلفل الوان براحتك. تمام.
زي ما انتم شايفين كده. هقلبها، بفكفك البصل من بعضه ونبتدي نقلبها شويه لغايه لما البصل يدبل شويه. معايا بعد كده طماطمايه او طماطميتين حسب ما انتي حابه كميه الطماطم فيها كبيره. بوريكم بص، اهم حاجه اللون ده، اوعوا ترموا او تطلعوا البهريز اللي بتطلع من الشاورما دي وترموها، ده الطعم اصلا. وهنا برضو طماطمايه مقطعه مكعبات صغيره او برضو جوانح. بقول لكم بقى هنا يا سلام لو في بقدونس، يا خرابي، بجد بيخلي طعم الشاورما زي بتاعت بره بالظبط. بالظبط. عودين بقدونس وبصلايه حمرا نيه في الاخر بقى، واطفي وكلي احلى شاورما. بس أنا للاسف ما كانش عندي بقدونس. هنعمل الصوص. انا عندي هنا في البيت ما بيحبوش الطوميه قوي، فما عملت لهمش، عملت لهم صوص يعني يربط ما بين الطوميه والطحينه، حاجه كده في الوسط. حطيت هنا حوالي 3 معالق طحينه، نزلت بليمونه، شويه خل وميه سخنه، استسهلت يعني وضربتهم بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين كده. خلاص اتضربوا شويه وتقل معايا. بصوا اصلا ما شاء الله الطحينه في الهاند بلندر تقيله ازاي وتقلت يعني ما شاء الله. ممكن تعمليها طحينه على طول. بس كملت بقى، حطيت حوالي كوبايه زبادي ومعلقه، يعني كوبايه ومعلقه، اللي هي الكوبايه الزبادي اللي انتوا شايفينها الجاهزه دي، ومعلقه كمان، وحطيت معلقتين كبار مايونيز. تمام. وابتدي اقلب بقى، اقلبهم كلهم في بعض. الصوص ده طعمه تحفه 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 بجد، للناس اللي ما بتحبش التوميه الصريحه. وحطيت كمان معلقه صغيره يعني مقام فص ثوم. بصوا بقى شكل الطبق، الرز الاول وبعد كده الشاورما والعيش من حواليه، جربوه بطريقتي هيعجبكم جدا. وده كان فيديو النهارده.